السلام عليكم، أهلا بكم متابعي الكرام. كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فاف اليوم الخميس موعد الندوة الصحفية المقبلة المرتقب أن ينشطها الناخب الوطني جمال بلماضي، ويجدد جمال بلماضي مواجهته لوسائل الإعلام صبيحة يوم الأحد المقبل بقاعة المحاضرات عمر كزال بالمركز التقني سيدي موسى، حسب ما تضمنه البيان الرسمي لهيئة الفاف. وذكر الاتحاد الجزائري للعبة الصحفيين الراغبين في تغطية الندوة الصحفية المقبلة لمدرب المنتخب الجزائري بوجوب إرسال طلبات الاعتماد قبل الساعة منتصف النهار ليوم السبت 12 من نوفمبر 2022. وعلى غير العادة وضعت هيئة الفاف شروطا تنظيمية مشددة لما وصفته بالسير الحسن للندوة الصحفية المقبلة لجمال بلماضي لإعطاء أفضل صورة للمنتخب الوطني الجزائري. وشددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيانها على ألا تتجاوز الندوة الصحفية مدة 30 دقيقة سواء انطلقت على الساعة 11 أو 11:30 صباحا. وأشارت الهيئة ذاتها أنه يجب على جميع الصحفيين جعل هواتفهم المحمولة في الوضع الصامت على الأقل قبل انطلاق الندوة. كما أكدت الفاف في بيانها على موقعها الرسمي أن أبواب قاعة المحاضرات عمر كزال مسرح الندوة الصحفية المقبلة لمدرب الخضر ستغلق في تمام الساعة 11 تجنبا لإزعاج الحاضرين. وأضافت في سياق تشديدها على جعل هواتف الصحفيين المحمولة في الوضع الصامت أو إطفائها أن الأمر يصب في خانة احترام الناخب الوطني وممثل وسائل الإعلام التي ستحضر الندوة. ونوهت هيئة الفاف إلى أنه سيتم السماح فقط للصحفيين الذين يحوزون على بطاقاتهم الصحفية واعتماد تغطية الندوة ذاتها، مؤكدة أنها لن تسمح لغيرهم بدخول مركز سيدي موسى. وستكون الندوة الصحفية لصبيحة يوم الأحد المقبل مخصصة للحديث عن تربص المنتخب الجزائري الذي ينطلق يوم 14 من نوفمبر الحالي ويستمر إلى غاية 20 من الشهر ذاته.